طيب خلونا نرجع إلى هذا الجدول اللي دائما أشاركه معكم، وهو مرجع لي في تحديد الطحنات حسب نعومة وخشونة الطحنة أيا كانت الطاحونة، وهذا ينطبق على الفلتر والإسبرسو حسب مصدر البن وكثافة البن. يعني البن من مصدره يجي دائما معروف الكثافة فيه، سواء كان من أمريكا الجنوبية، اللاتينية، أفريقيا، فتجينا القهوة الكثافة فيها معروفة. ومن التجارب نقدر نحدد الطحنة كمبدأ، كبداية، يعني كنقطة بداية، يعني انك انت تبدأ في هذه الدرجة وتجرب عشان يقل عليك الهدر. انا اشوف ان اليوم النتيجة اللي طلعت فيها مع 80 طقة، انا اتوقع ان انا في رينج المتوسط الى الخشن، وهذا كله يعتمد مثل ما قلنا على كثافة البن. اليوم كانت عندي قهوة حباتها صغيرة كثافتها عالية، بال80 طقة خلصت في 3 دقائق. تشوفون كل ما صغرت حبات البن زادت كثافتها، ولما تزيد كثافة البن نحتاج نخشن تكتين، طقتين عن المعتاد، 3 طقات، عشان انسحاب القهوة ما يتأخر معانا. فأنا 80 طقة اللي بوصل لكم إياها انها ممتازه، ممكن على رينج المتوسط للخشن، اليمني، الاثيوبي، الاوغندي، الروندي، البورندي، البرازيلي، السعودي، ويعتمد على كثافه البن. بالنظر نشوف الحبه كل ما كبرت ممكن نبدا بال80، كل ما صغرت نروح ل 83 85 وهكذا. برضو من الاشياء اللي تخفف من كثافه البن المعالجات الحديثه، الفرمنتيشن والتخمير، تخفف من هشاشه البن، فالكثافة عندنا تقل، فنحتاج إيش؟ النعم. فممكن برضو إذا كان عندنا معالجة غير طبيعية، يعني المعالجات المعروفة الطبيعية الناتشرال والمجففة والمغسولة، ممكن لو صارت من المعالجات الحديثة برضو نبدأ، إذا كانت من هذه المصادر من هذه الدول نبدأ بال80 مثلا. المتوسط الكولومبي، المكسيك، الغواتيمالا، الكوستاريكا، النيكاراغوا، البنما، البيرو، الإكوادور، بوليفيا، هذه الدول اللي من أمريكا اللاتينية والوسطى. ممكن في الطاحونة هذه أعتقد ها ما جربته، سنقول لكم من خبرة يعني وتجارب، واللي أتوقع أنه بيكون معي بطلع بنتائج، ممكن أبدأ بال70. يعني هنا بدأت 80، هنا أبدأ بال70، 10 طقات ورا. الناعم مرة ممكن أبدأ بال65 اللي هو من أندونيسيا، سلفادور، هندوراس، وهكذا. ونشوف ونجرب، ترى هي في النهاية تفهم طاحونتك تطلع بأفضل النتائج. أتمنى أن المراجعة للطاحونة والتحضير أعطاكم يعني تنبؤ عن جودة الطحن، هل تصلح ما تصلح